في الكام شهر اللي فاتوا ظهرت وانتشرت أخبار مرعبة عن التطور الرهيب اللي حصل في مجال ال AI أو الذكاء الاصطناعي، وآخر التطورات دي هو الشات جي بي تي. وفي حلقتنا النهاردة هنتكلم شوية عن ما هو الشات جي بي تي، وكمان إيه علاقته بمجال الكول سنتر وخدمة العملاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وفيديو جديد وحلقة جديدة. كالعادة أنا معاكم عمرو رضوان، ودي قناتكم قناة رضوانيات. وفي البداية حابب أقول كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات، وتقبل منكم ومنا صالح الأعمال. وزي ما اتفقنا في المقدمة، في حلقتنا النهاردة هنتكلم بشكل تفصيلي شوية عن التطور الرهيب اللي حصل في مجال الذكاء الاصطناعي، وخصوصا الشات جي بي تي، وكمان ايه علاقته، او بمعنى اصح نقدر نقول ايه تأثيره على مجال الكول سنتر وخدمة العملاء في المستقبل. عشان كده يا صديقي العزيز، صل على الحبيب قلبك يطيب، واعمل لايك للفيديو ده، وتعال ندخل في تفاصيل الجزء الاول من حلقتنا النهارده، ونعرف ما هو الشات جي بي تي. شات جي بي تي قال لك يا صديقي العزيز هو عبارة عن روبوت قامت بتطوير شركة اوبن اي اي الامريكية، واللي بيعتمد بشكل اساسي على حاجه اسمها Natural Language، واللي يقدر من خلالها بشكل سهل وبسيط انه يتكلم معاك ويعمل معاك محادثه او دردشه اكنك بتتكلم مع واحد صاحبك بالظبط. لانه كمان من خلال المحادثه او الدردشه بيقدر انه يحلل النصوص، ويقدر يجاوب على كل الاسئله اللي تخطر وما تخطرش في بالك بشرح سهل وتفصيلي وكمان واضح. قال لك كمان يا صديقي العزيز ان شات جي بي تي تم تجربته ومر باختبارات كتير في مختلف المجالات، ولكن من أصعب التجارب اللي تمت على تشات جي بي تي هو اختبار طبي للحصول على الرخصة الأمريكية لممارسة الطب، واسمه USMLE. وبغض النظر الكلمة دي هي اختصار لإيه، ولكن خليني أقولك إن الطالب عشان يجتاز الاختبار ده ويحصل على الرخصة محتاج إنه يدرس 4 سنين، وكمان عليهم 2 تدريب عملي عشان يقدر يجتاز الاختبار المكون من 3 أقسام، وفي الآخر يا إما ينجح أو ما ينجحش. والأمر المرعب يا صديقي العزيز إن تشات جي بي تي قدر إنه يجتاز الاختبار ده بمنتهى السهولة. والمفاجأة كمان مش بس إنه قدم إجابات صحيحة، ولكن قدم إجابات نموذجية عالية الدقة والتفسير، كأن أنت بتقول إنه أقوى وأذكى عقل بشري في الكون هو اللي بيجاوب على الاختبار ده. انت متخيل يا صديقي ان ممكن في خلال فترة زمنية معينة ان الذكاء الاصطناعي ممكن يحل محل اهم مهنة وهي مهنة الطبيب؟ وانك كمان في المستقبل ممكن لما تكون عيان انك تكلم دردشة او روبوت او تعمل محادثة وتوصف للروبوت ده حالتك وهو يشخص لك مرضك ويعالجك كمان. الموضوع طبعا صعب وممكن يكون بعيد جدا عن تخيلاتنا، ولكن مش مستحيل انه يحصل. وفي اللحظة دي وانا بتكلم معاك وخطر ببالي سؤال مهم جدا: هل الذكاء الاصطناعي ممكن يأثر بشكل سلبي على مجال الكول سنتر وخدمة العملاء، وانه كمان ممكن انه يحل محل العنصر البشري؟ في البداية انا قلت اكيد لا، لان الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد في حاجات كتير جدا زي التشات بوت مثلا، وعمره ما هيحل محل العنصر البشري اللي بتميزه حاجة مهمة جدا زي التعاطف والتواصل. لحد ما اتصدمت لما شفت الصورة اللي هتظهر قدام حضراتكم دلوقتي، وهو سؤال اتسأل لشات جي بي تي 4، وهو التطور الرهيب والأخير للذكاء الاصطناعي. وكان السؤال هو عبارة عن ايه هي الوظائف اللي ممكن يحل فيها محل البشر في المستقبل. وكان من ضمن الإجابات اللي صدمتني هو مجال خدمة العملاء، وإنه هيحل محل البشر أو العنصر البشري في نقطتين مهمين جدا، وهي الامباثي وهي التعاطف، والكوميونيكيشن وهي مهارات التواصل. وهما 2 من السمات الأساسية لموظف الكول سنتر وخدمة العملاء، واللي بتميزه بشكل كبير جدا عن أي وسيلة تواصل تانية ممكن تكون موجودة في الوقت الحالي. وعلى الرغم من كل التطور اللي بيحصل دلوقتي يا صديقي، وكمان اللي هيحصل في المستقبل، فخليني أقول لك وجهة نظري أنا المتواضعة، وهي إن الذكاء الاصطناعي عمره ما هيحل محل البشر في المستقبل. خليني أقول لك إن هو هيساعد في المجال في حاجات كتير، منها زيادة الإنتاجية، منها توفير الوقت، منها تحليل البيانات وحاجات تانية كتير، ولكن عمره ما هيحل محل العنصر البشري. هو ممكن يقلل من الوظائف اللي هو بيقوم بيها، ولكن ده ما يمنعش انه انا استغنى عن العنصر البشري بشكل كامل. وده في نفس الوقت مش معناه انك تقف وترضى بالامر الواقع
وتنسى المجال ده أو الوظيفة، ولكن طور من نفسك، تعايش مع الذكاء الاصطناعي وحاول ان تستغله في المستقبل انه يزود انت كموظف انتاجيتك ويساعدك انك تطلع احسن ما عندك. استخدم التولز المتاحة عشان تطور وتنمي من نفسك وتكون مواكب لأي تطور يحصل عشان ما يتمش الاستغناء عنك انت بإيديك في المستقبل. وإن شاء الله في الحلقات اللي جاية هنتكلم عن أدوات الذكاء الاصطناعي، وكمان هنفرد حلقات هنتكلم فيها عن ما هو الشات جي بي تي، أو كمان هنستعرض كل الأدوات اللي ممكن نلاقيها واللي هشوف من وجهة نظري إنها ممكن تفيدكم في مجال شغلنا، مجال الكول سنتر وخدمة العملاء، أو كمان في حياتكم العامة. علشان كده يا صديقي العزيز محتاج إنك كمان تقول لي وجهة نظرك في التعليقات تحت الفيديو. هل فعلا من وجهة نظرك الذكاء الاصطناعي ممكن في فترة زمنية جاية إنه يتم فيها الاستغناء عن العنصر البشري ويتم الاعتماد على مثلا حاجة زي الشات جي بي تي أو شات جي بي تي 4 أو اللي هيظهر لسه، ويتم الاستغناء بشكل كامل عن العنصر البشري؟ هستنى رأيكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو طبعا لايك وشير، ولو عجبتكم السلسلة دي من الفيديوهات اكتبوا لي كمان برضو في التعليقات تحت الفيديو. ولو لسه ما اشتركتش في القناة فانزل يا صديقي دلوقتي سجل اشتراكك معانا وفعل الجرس على اشعارات الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد هنقدمه ان شاء الله. استنوني في الحلقة اللي جاية. سلام.